شديد. نفكر في هذه اللحظات طبعا بالأمهات الثكالى، بالأطفال الأيتام، بالأهل الذين فقدوا فلذات أكبادهم، نفكر بالذين أصيبوا بالشلل وبعاهات دائمة، نفكر بجنى العمر لعائلات فقيرة حرمتها هذه الحرب كل شيء تقريبا. أنا أقترح عليكما عماد حصري وخالد العبود، يعني آسف لأنه انتهى الوقت، أن نعود في حلقة مقبلة ونتحدث بالسياسة ونتحدث بكل هذه الأمور. فقط وددنا أن تعلقا على ما عرضناه هذه الليلة. شكرا جزيلا لكما. أشكر أيضا أمية عقيل ناشطة في الهلال الأحمر السوري، شكرا والحمد لله على السلامة لأوغاريد دندش ولحسن سكيني. أشكر أيضا غسان نجار زميلنا المصور الذي لم يستطع أن يكون معنا هذه الليلة لأسبابه الخاصة. مشاهدي الأعزاء، كنتم مع قناة الميادين في حوار الساعة. أذكر برسالتنا الدائمة: الواقع كما هو. حاولنا أن ننقل جزءا من واقع ما يحصل في حلب، متمنين لها ولكل المدن السورية الخروج السريع من هذه الأزمة الكبيرة التي تمر بها سوريا. وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل، مع شكري للمخرجة بيترا أبي نادر والمشرف على البرنامج زاهر أبو حمدة. وإلى اللقاء مع قناة الميادين.